أهلا بيكم. كتير مننا بيوصل لآخر اليوم هو حاسس بإرهاق وتعب مش طبيعي. بنبقى فاكرين إن السبب هو الشغل أو المجهود، بس يا ترى هل ده السبب الحقيقي؟ النهاردة هنكشف عن عدو خفي بيسرق طاقتنا كلنا من غير ما نحس، القرارات الصغيرة، وهنعرف إزاي نوقف التسريب ده. مش ساعات كده بنبص لناس معينة ونحس إن يومهم فيه 48 ساعة مش 24؟ بينجزوا حاجات كتير قوي، فبنسأل نفسنا هل الناس دي عندها قوة خارقة مثلا ولا في سر تاني خالص للموضوع ده؟ الحقيقة إن الإجابة ممكن تكون مفاجأة لينا. السر مش إن الناس المنتجة دي أقوى أو عندهم إرادة حديدية، لأ، هم ببساطة وبشكل واعي قللوا عدد القرارات اللي بيضطروا ياخدوها كل يوم. يعني الموضوع مش في قوة الإرادة خالص، الموضوع في حاجة تانية تماماً. بالظبط كده. خلينا بقى ندخل في الموضوع على طول ونكسر أول وأكبر خرافة بتقابلنا دايما، أسطورة قوة الإرادة. تخيلوا معايا كده إن طاقتنا الذهنية دي عاملة زي بطارية الموبايل بالظبط. مع كل قرار بناخده مهما كان بسيط وتافه، البطارية دي بتنقص شرطة. السر الحقيقي مش في إننا نحاول نشحن البطارية دي بمجهود أكبر، لأ، السر إننا نوقف تسريب الشحن ده عن طريق إننا نقلل الاختيارات. وده بالظبط اللي هيودينا للنقطة الجاية، إزاي أصلا نكتشف ونحدد أماكن تسريب الطاقة دي في حياتنا وقراراتنا اليومية. المشكلة كلها ممكن نلخصها في الجملة دي: القرارات الصغيرة بتسرب طاقتنا كل يوم. أسئلة شكلها بسيط جدا زي ألبس إيه النهاردة؟ أو يا ترى أفطر إيه؟ القرارات دي هي اللي بتستنزفنا واحدة واحدة من غير ما ناخد بالنا خالص. والموضوع ده على فكرة ليه اسم علمي، اسمه إرهاق اتخاذ القرار. ببساطة شديدة دي حالة من الإرهاق الذهني بتحصل لما بنعمل اختيارات كتير ورا بعض. والحالة دي مش بس بتستنزف طاقتنا، دي كمان بتأثر على قدرتنا على الحكم على الأمور المهمة، وبتقلل جودة قراراتنا بشكل عام. طيب كده عرفنا المشكلة وسميناها. السؤال الأهم بقى، إزاي نعالجها؟ في الجزء ده هنشوف مع بعض 5 حلول عملية جدا نقدر بيها نسد تسريبات الطاقة دي. وأول حل بيبدأ من أول لحظة بنفتح فيها عينينا الصبح. خلينا نركز على أهم ربع ساعة في اليوم كله، لأن الطريقة اللي بنبدأ بيها اليوم هي اللي بتحدد مساره بالكامل. أول تسريب للطاقة بيحصل مع المنبه. كل دوسة سنوز دي مش مجرد تأجيل للصحيان، دي في حد ذاتها قرار، وبندخل في مفاوضات مع نفسنا من قبل حتى ما نقوم من السرير. ده بيستهلك جزء من بطاريتنا الذهنية من الصفر. الحل بسيط جدا، منبه واحد بس، لما يرن نقوم على طول من غير أي تفاوض. تمام، قمنا من السرير، بنقابل على طول تاني قرار يومي بيستنزفنا كلنا من غير استثناء: هناكل إيه؟ الوقفة اللي بنقفها كل يوم الصبح قدام التلاجة وإحنا محتارين وبنسأل آكل إيه، دي عملية استنزاف ذهني بتتكرر كل يوم. الحل بسيط لدرجة ممكن نستغربها: نحدد 3 اختيارات ثابتة للفطار، 3 بس، ونعمل تدوير بينهم. الهدف مش التنويع كل يوم، الهدف هو إننا نشيل القرار ده خالص من دماغنا. تمام، صحينا وأكلنا. نيجي بقى للعقبة اللي ممكن تكون الأكبر فعلا عند ناس كتير قوي، وهي مجرد اتخاذ قرار البداية. كتير مننا بيضيع وقت كبير وهو بيسأل نفسه أبدأ بإيه، والغريب إن السؤال ده في حد ذاته هو أكتر سبب بيخلينا ما نبدأش خالص. الحل نكون كاتبين مهمة واحدة بس من اليوم اللي قبله، ولما نبدأ اليوم نبدأ فيها على طول من غير أي تفكير أو إعادة تقييم، مجرد نبدأ. طيب لو عرفنا نتغلب على مشكلة البداية، في تحدي تاني خالص مستنينا في آخر اليوم، وهو عكس المشكلة دي تماما: قرار التوقف. ناس كتير بتقع في فخ إنها بتفضل تشتغل وتشتغل لحد ما طاقتها تخلص تماماً، وده بيحصل ببساطة لأننا منحددش خط النهاية من الأول. الحل هو إننا نقرر هنقف شغل إمتى قبل حتى ما نبدأ. ده هو اللي بيحمي طاقتنا لبكرة والباقي جوانب حياتنا. وأخيراً الحل الخامس، وده بيواجه الوحش الكبير اللي بيسحب طاقتنا كلنا في العصر ده: القرارات الرقمية. كل إشعار بيوصل على الموبايل هو في الحقيقة قرار جديد لازم ناخده، الرد دلوقتي ولا بعدين. ده غير طبعا المقارنات اللي بتحصل بشكل تلقائي على السوشيال ميديا. طاقتنا بتتسرق حرفيا. طب والحل؟ نحدد وقت واحد بس في اليوم، وقت معين للرد على الرسائل وللتصفح، وبره الوقت ده نمارس فن التجاهل المقصود. هنتفاجئ كلنا بكمية الحرية والطاقة الذهنية اللي هترجع لنا. بكده نكون شفنا الحلول العملية. خلينا دلوقتي نربط الخيوط دي كلها ببعضها ونشوف ازاي نقدر نبني نظام خاص بينا بيعتمد على قوة الاختيارات الأقل. عشان نسترجع طاقتنا المبدأ بسيط: لازم نبني نظام يشتغل لصالحنا. نخلي روتين الصبح تلقائي، ننظم المهام المتكررة زي الأكل، نحدد أوقات واضحة للشغل وللراحة، ونجمع كل أنشطتنا الديجيتال في وقت واحد. في الآخر كل ده بيصب في هدف واحد بس: نقلل الاختيارات التافهة عشان نوفر طاقتنا وحكمتنا للي يفرق بجد.
وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. الهدف مش إننا نلغي الاختيارات تماما من حياتنا ونبقى زي الروبوتات. لا طبعا، الهدف هو إننا نوفر طاقتنا الذهنية المحدودة دي للقرارات اللي بتفرق بجد، القرارات اللي بتشكل مستقبلنا وحياتنا. وفي النهاية أحب أسيبكم مع سؤال واحد بس للتفكير: إيه هو القرار الصغير اللي ممكن نلغيه من حياتنا بداية من بكرة عشان نوفر طاقتنا دي للحاجات المهمة فعلا؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي بداية تغيير كبير جدا.